فيروس سي طبعا زي ما بقول ان هو يعني عاوز في حاجه غريبه جدا حصلت، ان في حد من حبايبنا، يا ريت نسيب على الهواء لما اقول القصه دي يا استاذ احمد جه. ان حد من حبايبنا من ليبيا اتصل باحد النصابين اللي بيعملوا اعلانات على التلفزيونات، واحد النصابين اللي بيجي وربنا هينتقم منهم ان شاء الله، لانهم اللي ما بيتقيش الله عز وجل في الناس ربنا مش هيتقي الله فيه ابدا، يعني ربنا لن يتركه ابدا. فاحد النصابين اتصل به احد الناس في ليبيا فبيقول له عاوز علاج لفيروس سي. عارفين قال له بكام؟ تخيلوا بكام؟ $8000 الوصفه. $8000 ليه؟ هو انت النبي عليه الصلاه والسلام اللي عاملها؟ نقول الوصفه هتجيبها ب 25 جنيه من عند العطار، مش هتزيد عن 25 جنيه. ناخد 100 جرام قسط بحري، 25 جرام زعتر، 25 جرام شوك جمل، 25 جرام كركم، 50 جرام عقدة ريح، 50 جرام حبة البركة، 25 جرام ورق لورو، 25 جرام عرق الصباغين. الوصفة معانا زي ما بنجري على الهواء؟ طيب الوصفة زي ما هي مكتوبة عليكم دلوقتي، ناخد عاوز أقول معلومة مهمة جدا نسيت أقولها. معلومة مهمة جدا جدا جدا، المريض اللي عنده تليف أو استسقاء الوصفة ما تنفعش معاه. المريض اللي عنده تليف بنسبة كبيرة أو عنده استسقاء الوصفه ما تنفعش معاه، عشان نبقى فاهمين. طريقه الاستعمال دي خاصه بالناس اللي عندها فيروس سي بس ما عندهاش استسقاء ولا عندها تليف كبد ولا عندها تليف. ناخد نطحن كله على بعضه، وناخد معلقه على كوبايه ميه ونغليها كويس ونشربها بعد الاكل. ناخد معلقه على كوبايه ميه ونغليها زي الشاي، نحليها بعسل النحل، ناخدها بعد الاكل ان شاء الله.